رحلة العميل معاك بتبدأ من أول خطوة للعميل جوه الصيدلية، سواء بقى العميل جاي وهو عنده صورة ذهنية حلوة أو وحشة عن المكان. انت اللي بتحدد شكل الرحلة دي. في كتاب ثورة في خدمة العملاء بيقولك لو العميل على بعد 10 خطوات بصله وابتسم له، ولما يقرب منك 5 خطوات قوله اتفضل ممكن أساعدك، بس خلي بالك واحنا مش هنقعد نعد الخطوات للعميل. المفتاح هنا انك اول ما تشوفه ابتسم وابدأ الكلام بنبرة هادية ودودة. رحلتك مع العميل مراحل، اول حاجة يعرفك، بعدين يجربك، بعدين بيثق فيك، بعدين بيحبك ويبدأ هو يرشحك لمعارفه واصحابه. الحاجات اللي احنا بنقولها دي بتأثر في الانطباع الاول عند العميل. لازم اول ما العميل يدخل تحسسه انك مهتم، وتبدأ تهز دماغك وتتكلم معاه، حتى لو انت مش مركز معاه تحسسه انك مهتم معاه. ده بيفرق جدا عند العميل. ولازم تسمع مشكلته، تسمع كل تفاصيله، استعمل على الاقل الوام تكنيك، وما تقولش اي دواء الا بعد ما هو يخلص كلام وتخلص انت اسئلتك، عشان ما يحصلش معاك زي اللي بيحصل في الفيديو ده. بس الحمار اللي عامل لكم التشطيبات دي حمار قوي. يا معلم، هو كان واد شاب صغير كده، كان اسمه حاجة أصعى. ابراهيم اسعى؟ أيوه، ده ابني. الله ينور عليك يا ابراهيم، الله ينور عليك. انت لما بتسمع للعميل مشكلته بتبدأ تدور على حلول أدوية موجودة. هنا انت بتركز بقى على البرسيفد كواليتي او الجودة المدركة. الجودة المدركة ان العميل عاوز بعد اول حباية ياخدها يحس ان هو في تحسن، زي ما بيحصل كده في الدكسا والافيل. بس هنا في فرق، لازم انت يبقى عندك امانة طبية، ان انت ما تدلوش علاج لمشكلة وقتية وبعدين بتعمله مشكلة اكبر. لا، انت بتركز على الجودة المدركة وفي نفس الوقت يكون سيف. والامثلة كتيرة في الموضوع ده. يعني مثلا واحد عنده بواسير، فانت لو هتطلع له مثلا حاجة زي النيو هيلر، هو صحيح هيعالج البواسير بس مش هيسكن الالم من اول مرة. فانت بتطلع معاه حاجة مثلا زي الليدوكاين، بحيث ان هو اول ما يحط الليدوكاين الالم الموجود عنده مش هيحس بيه، وهو كده كده النيو هيلر بيعالج. فانت من اول مرة الالم عنده تسكن، ومع استعمال المرهم المشكلة معاه بدأت تتحل. ومع بقى النون فارماكولوجيكال تريتمنت اللي انت بتقول له لا اقعد في ميه دافيه ومش عارف ايه واعمل، وبعد يومين تسأل عليه، او لو هو جالك الصيدلية تاني تقول له ايه الاخبار، ايه طمني مش عارف ايه. الكلام ده كله بيفرق جدا مع العميل، وفي نفس الوقت هو بيديك فيدباك عن الدواء اللي انت اصلا طلعته، هو ايه اللي حصل معاه، عشان لما تيجي تطلعه العميل تاني. انت لما بتعمل كده العميل هيثق فيك ويحبك، ولما يحبك هيبدأ يرشحك لزمايله، وكده انت عملت سفير ليك. احنا دلوقتي بنقولك صورة عامة عن رحلتك مع العميل، عشان بعد كده لما نشرح لك التكنيكس وازاي تتعامل مع العميل وتفهم شخصيته، يبقى عندك صورة عامة عن السيناريو اللي هيحصل مع العميل، وتوظف لكل سيناريو التكنيكس اللي ينفع معاه. لو عجبك المحتوى اعمل فولو عشان تتابع الفيديوهات اول ما تنزل.